وبنرجع نكمل الجزء التاني من قصتنا رفيقة الجن. وبفكرك انك لو ما سمعتش الجزء الاول فياريت ترجع له، هتلاقيه في الديسكريبشن تحته، هيظهر لك في علامة الاي اللي فوق دلوقتي، فاسمعه علشان تعرف الاحداث اللي انا هقولها الجديدة مبنية على ايه بالظبط. يلا بينا نكمل قصتنا، يلا بينا. وفجأة إيمان لقيت نفسها بتتهز جامد قوي على السرير وهي بتصوت. فتحت عينيها وقتها على جوزها وهو بيقول لها بعصبية جامدة جدا ان انتي اتجننتي وان ايه اللي جرالك وكلام اللي من النوع ده يعني. فعلا بدأت تركز شوية كده، لقيت الأوضة مش محروقة ولا في ست واقفة ولا حد بيصرخ، وتأكدت انه كان كابوس فعلا، لكنه أقل حاجة تتقال عنه انه واقعي لدرجة مرعبة. وبعد ما فاقت من حالة الصدمة دي لقيت جوزها بيكمل كلامه وزعيق وبيقول لها انه جعان جدا وراجع من الشغل تعبان ومحتاج يتغدى. قامت وقتها إيمان تجري على المطبخ خايفة منه طبعا، ومن عصبيته لتزيد ويضربها كالعادة، والأكتر إنها لسه خايفة ومرعوبة من اللي شافته في الكابوس. بعد ما دخلت إيمان المطبخ لقيت جوزها جاي وراها وبيسألها عن صراخها الغريب ده. بدأت إيمان تحكي له عن اللي شافته، وكان فارق معاها قوي إنه فعلا مهتم وبيسألها، لكن صدمها إنه كل ما كانت بتحكي حاجة ما كانش جوزها بيتأثر لا من بعيد ولا من قريب، كأن اللي بتحكيه ده بتحكي له حلقة عن توم اند جيري مثلا أو أي حاجة تافهة. وبدأ جوزها يتكلم بعد حالة الجمود اللي كان هو فيها ده، وبيقول إن اللي انت شفتيه وحكيتيه ده مجرد كابوس عادي. كان بيتكلم ببرود، لكن إيمان ما كانتش مرتاحة ولا مطمنة بكلامه، وكانت متأكدة إنه ده نذير شؤم وإن اللي جاي مش خير تماما. عدى بعد الموقف ده كام يوم، اكتشفت إيمان وقتها إنها حامل، وقالت لجوزها طبعا الخبر ده وكان طاير من الفرحة. وبدأ يكلم والدته والدة إيمان ويبشرهم بالخبر السعيد ده، ويقول لهم إنه بالمناسبة دي عامل حفلة ولازم الكل يحضرها. وجاء أهلهم بقى وأحبابهم، والأول مرة إيمان بتقول إنها تشوف خالتها اللي هي حماتها بالشكل ده. شافت إيمان من خالتها اللي هي حماتها شر جامد قوي ناحيتها وناحية اللي في بطنها، وكان باين عليها إنها مش فرحانة بخبر حملها ده تماما، وكأنها مش طايقاها في حياة ابنها من الأساس، ومستعدة تعمل أي حاجة مهما بلغت قدرها بس علشان تتخلص منها وتمحيها تماما من تاريخ ابنها. عدت الأيام بطريقة عادية جدا ومملة بعد الحفلة، لحد ما في يوم جوزها قال لها إنهم رايحين زيارة لوالدته، وفعلا وافقت وراحت معاه على الرغم إنها كانت رافضة من جواها جدا، لكن طبعا ما تقدرش تقول لأ ولا ترفض، لأنه ساعتها هيبهدلها حرفيا. ومن لحظة وصولها للبيت حست إن حماتها بتبصلها من وقت للتاني بنظرات كلها شر وكره، وكأنها بتتوعد لها. وبعد شوية قامت دخلت المطبخ ورجعت بكوبايتين حليب، ادت لابنها واحدة والتانية كانت من نصيب إيمان. بتقول إيمان إنه جوزها شرب الكوباية بتاعته في لمح البصر، ما لحقتش تشوفه، لكن إيمان حست إن الكوباية بتاعتها فيها سم أو حاجة عشان مامته تتخلص منها تماما. حطت إيمان كوبايتها على الترابيزة اللي قدامها من غير ما تشرب أي حاجة منها. حست إيمان إن حماتها كل شوية تبصلها وكأنها عاوزة تقول لها أو تجبرها إنها تشرب. وفعلا حماتها ما استنتش، سألتها انت ليه ما شربتيش الحليب بتاعك؟ ردت إيمان وقالت لها إن هي أصلا مش بتشرب الحليب، وخلي ابنك لو محتاجه يشربه. ردت حماتها وقالت لها بقرف لا ابني مش هيشرب حاجة، هاتي الكوباية دي، وأخدتها ورمتها على الأرض. وبسبب المشادة اللي حصلت في الكلام دي قام جوز إيمان وضربها على وشها جامد قوي عشان يرضي والدته طبعا، وبدأ يشتمها ويتوعد ليها إن هي خسارة فيها الخروج ومش هتخرج من البيت أبدا. رجعت إيمان بعد الخناقة دي مكسورة وصعبان عليها نفسها جدا من الضرب والإهانة والشتيمة والحاجات اللي عمرها ما حصلت لها في بيت أهلها. افتكرت وقتها إن أهلها كانوا بيعاملوها أحسن معاملة، وهي كمان بتحترم ناس كتير، وإنه حرام اللي بيحصل لها ده، وإنه ما كانش بيتقدم لها غير الاحترام والحب والحنية. اليوم التاني خرج جوزها للشغل كالعادة، وبدأت تنظيف البيت بتاعها كالمعتاد، ولما تعبت من الشغل قالت تريح جسمها شوية قبل جوزها ما يرجع. وعلى غير عادتها أول ما فردت جسمها على السرير نامت، وهي في عز نومها صحيت على صرخات لواحدة في الصالة. قامت جريت بسرعة علشان تعرف مين اللي بتصوت دي، وأصلا هي متأكدة إن باب الشقة مقفول تماما وباب أوضتها كمان مقفول بالمفتاح. جريت على الصالة وقتها، وأول ما خرجت وقفت مصدومة
لأن الصالة دي مش صالة بيتها أساسا، وكأنها في بيت تاني تماما، من ألوان وأساس البيت. كل حاجة في الصالة كانت على الطراز القديم. وفي نص الصالة واقفة ست. وقتها عرفت إن هي دي الست اللي شافتها في الكابوس وخرجت من الدولاب. لكن المرة دي الست دي ما كانتش بتبص لإيمان خالص، لأنها كانت مشغولة في الباجور. واللي ما يعرفش الباجور ده كان إيه، دي حاجة كانوا بيستعملوها زمان في إشعال النار والطبخ عليه وكده. المهم، فجأة خرجت من الباجور ده نار جامدة جدا ومسكت في هدوم الست دي كلها. بقت عبارة عن كتلة نار، وفضلت تجري في البيت كله على أمل إن حد يلحقها. حاولت إيمان تجري من اللي بيحصل ده كله، ترجع الأوضة مثلا أو تهرب، لكنها فشلت لأن جسمها كله كان متخدر. واللي كانت خايفة منه حصل، والست بصت لها وجريت ناحيتها، والنار بقت ماسكة في البيت كله. هنا إيمان اتأكدت إن دي فعلا النهاية. لكن فجأة وبدون سابق إنذار هديت كل حاجة، والنار كأنها ما كانتش موجودة أصلا. وزي المرة اللي فاتت الست بقت في وش إيمان، والدنيا هدوء تماما. كان وشها متفحم وعيونها سودة تماما ما فيهاش نني. وصرخت الست وقتها في وش إيمان صرخة ما استحملتهاش إيمان، وأغمى عليها. وكالعادة جوزها بيصحيها على زعيق وشتيمة، وإنه ما بقاش طايق يعيش مع واحدة مجنونة شبهها بتصوت وهي نايمة. إيمان ما تعجبتش وقتها من أي كلمة جوزها قالها أو شتيمة أو كلام ده، لأنه بقى معتاد بالنسبة لها. لكن اللي كان شاغل بال إيمان قوي هو إن إزاي جوزها قدر يدخل الأوضة وهي أصلا قافلاها على نفسها بالمفتاح من ساعة ما ضربها عند حماتها امبارح. وده يكون الجزء التاني من قصتنا رفيقة الجن، وإن شاء الله الأجزاء اللي جاية ما تتأخرش. فياريت تكون عامل سبسكرايب في القناة ومفعل التنبيهات على الكل علشان تجيلك الحلقات أول بأول. ولو عجبك الفيديو أو القصة عامة، ياريت لايك وشير للفيديو، وسلام.